السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم الملوي بطريقة سهلة ومبسطة وكيجي مورق وغزال إن شاء الله. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير إن شاء الله. بالنسبة للمبتدئات من أول تجربة غيصدق معهم بإذن الله. هنايا كما كتشوفوا في قصرية أو عجانة كنجيبوا جوج لايف عامرين ديال الفرص، وكنديروا زلافة مع عمرش ديال الفينو، وكندير راس معلقة ديال الخميرة حبوب أو خميرة العجينة، وغادي نضيف الملحة على حسب الذوق، وغادي نضيف معلقة ديال السكر سنيدة. هنايا السكر اللي ما بغاش غادي انيوليه، ولا بغا يدير في عود السكر معلقة العسل يديرها. صافي هنايا غادي نبداو نعجنوا الملوي ديالنا كما كتشوفوا. غادي نبقاو نضيفوا الماء تدريجيا. هنايا بالنسبه للمبتدئات اللي بغى يعرف القياس ديال الماء، راني عجنت ب 3 ديال الكيسان ديال العنبة ديال الماء، والماء راه ماشي سخون، راه غير من الروبيني أو الصنبور. صافي لأن علاش ما بغيتش نعجن بالماء سخون؟ غادي تقولوا لي علاش؟ لأن درنا فيه ديك الإضافة د الخميرة راس معلقة، ما بغيناش إلا درنا الماء سخون غادي تخمر لينا العجينة. حنا ما ديك الخميرة ما غرضناش بها باش غادي تخمر، لا، غرضنا بها هي بأن الملوي ديالنا أو المسمن ما يجيناش شارب اليدام. هذا هو الدور ديال الخميرة فاش كنضيفها أنا في الملوي. على هذا الغرض كتشرب لينا داك اليدام اللي كيكون في المسمن، وكيجينا ناشف وزوين ومورق. اما الا عجنا بالماء سخون راه ديك العجينه كتخمر، كتولي مخامر، كيجينا الملوي ديالنا مهبر ماشي مورق. صافي هنايا من بعد ما تدلكات لي العجينه مزيان، حيتها من العجانه وديتها وجبتها شي شويه ودهنت ليها الزيت ودرتها في واحد البلاستيكه ونخليها مده ربع ساعه حتى تستراح لينا العجينه. صافي هنايا من بعد ما مرات مدة 15 دقيقة على الأقل ارتاحت لينا العجين. صراحة فاش كديروها في البلاستيكة كترخى وكتجي زوينة وكترطب باش كتعطينا الطعم في الخدمة. شوفوا تبارك الله ما شاء الله كي ولات، يعني دابا راها ساهلة في الخدمة. صافي هنايا واحد زليفة جبت فيها الزيت وبلاطو فاش غادي نفرق الملوي ديالنا أو المسمن. صافي هنايا في الحجم ديال الملوي نتوما كتحكموا فيه على حسب المقله اللي عندكم وعلى حسب ايديكم. كل واحد على حسب، بحال المبتدئات يديروا غير مسمنات صغار باش يتغلبوا عليهم، واللي بغى الحجم الكبير راه كيتحكم ديك الساعات في الحجم كما بغى هو. شفتوا تبارك الله فاش كتكون مرتاحه العجينه كتعطيكم الطعم في الخدمه. صافي هنايا غطيتها البلاستيكه ودوبت الزبده. هنايا الزبده درت نص ديال الزبده نص ديال الزيت باش غادي نخدم، واللي بغى يخدم غير بالزبده بوحدها لكم الاختيار. صافي هنايا عاوتاني غطيتها بالبلاستيك وخليتها تستراح واحد شويه وغادي نبدا نخدم دابا. كما شفتوا هنايا راني درت الطحين نص فينو ونص فورص وخلطته. ودابا هذه هي الطريقه اللي قلت لكم باش كتجيكم مورقه. كنجيبوا جوج مسمنات في مسمنه واحده، كنضرب الاولى وندهن ليها شويه ديال الزبده والزيت، وكندردر عليها شويه ديال الطحين، وغندير وحده فوق وحده وكنحطهم تاني. ونفس الطريقه هكا حتى كنسالي المسمن اللي عندي كندير وحده فوق وحده، وغادي نغطيهم تاني البلاستيكه وغادي نبدا من الاولى. هنايا راني وجدت معكم غير واحد الكميه قليله على حساب التصوير، وغادي نكمل ما تبقى. صافي هنايا من بعد ما ارتحت واحد 5 ديال الدقائق تقريبا بحال هكا، وكنبداو من الاولى. صافي وكنطلقوها بحال هكا، كنرققوها مزيان باش تورق لينا. كما كتشوفوا راه كل ما كانت العجينه مدلوكه مزيان وارتاحت راه كتعطيكم الطعم في الخدمه. يعني بالنسبه للمبتدئات اللي ما كتزعمش على الملوي، راه شوفوا راه كل ما عطيتو الحاجه الوقت ديالها وكترتاح راه ما تخافوش، راه تبارك الله غادي يجيكم المسمن على ضمانتي. تبعوا الطريقه والنصائح ان شاء الله وما يكون غير الخير باذن الله. صافي هنايا من بعد ما كنرش واحد شويه ديال الدقيق اللي مخلط الفورت والفينو اللي مخلط كما شفتوا معايا، وكان رشيشات ديال الزبده والزيت. صافي هنايا وكنلولبو بحال هكا. شوفوا فاش كتكونوا تجمعوا الملويه ديالكم عفوا ما تزيروهاش، يعني تبقاو تجمعوها وهي مرخيه بحال هكا باش تجيكم مورقه. هانتوما غادي نعاود معكم واحده اخرى وغادي تشوفوا. هانتوما شوفوا تبارك الله باش تعرفوا العجين راه تدلكات مزيان ومرتاحه تبارك الله، راه كدير دوك الفقاعات كما كتشوفوا. صافي هنايا ان شاء الله المبتدئات اللي جربوا
اللي جربوا وصدق معاه، اللي ما عمرها صدق ليها. كنهضروا بالنسبة للمبتدئات والبنيتات اللي كيكونوا كيقراو وكيعشقوا شي حاجة يصايبوها كما كنقول لكم دائما في الفيديوهات، ولا المقبلات على الزواج اللي ما عمرهم داروا شي حاجة. راه تبارك الله، راه المواقع التواصل راه كيوصلوا الفكرة وما شاء الله. وتبارك الله دابا راه ما بقاش شي واحد كيقول لك ما كنعرفش، والله العظيم. صافي هنا كيما شفتوا كنرش رشيشه الاولى ديال الطحين، وهانتوما شوفوا، والزبده. هانتوما شتي فاش كنت كنجمع راه ما كنزيرهاش، كنبقى غير بحال اللي كنطويها، هي بحال اللي كندير الثنيه وكنعاودها وهي مرخيه، فهمتوني. صافي هنايا من بعد ما ساليت غطيتهم تاني واحد مده 5 ديال الدقائق يستراحوا، وكنبدا عاوتاني نطيب من الاولى، من اللي بديت فيها في الاول. بطبيعه الحال دابا راني رديت المقيله كتسخن. صافي هنايا غادي نبقى دابا، حيت اصلا حنا مرقينو مزيان في الاول، يعني فاش تبغيو تقرصوه بحال هكا باش يطيب، ما تقرصوش بزاف باش ما يجيكمش ثاني مدقص، عاوتاني وما تخليوهش غليظ باش ما يجيكمش ثاني غليظ. هانتوما هنايا فاش كتبغيو ديروا طيبوا الملوي ديالكم، كترشوا بواحد رشيشه ديال الزيت اولا الزبده. صافي وكنحطوا المسمن ديالنا هنايا. فإلا سخنت لكم المقيله مهلوا عليها باش يطيب لكم الملوي، يعني بواحد اللويين اللي زوين وكيطيب من جميع الجوانب باش ما كيبقاش. دابا الا جهدتو كتحرق لكم المسمنه من الفوق وكتبقى عجينه من داخل، يعني كل ما نقصتو في البوطه من بعد ما كتسخن المقله كنقصوا فيها البوطه. صافي هنايا هانتوما قبل ما قلبتها رشيتها واحد رشيشه خفيفه وقلبتها. هنايا نتوما كتحركوا، يعني كتحركوا غير بشويه برؤوس الاصابع بحال هكا، ولا مغرفه ديال العود ديال الخشب باش ما تحرقوش، وفي نفس الوقت المسمن باش كياخذ لكم اللوين الذهبي ديالو. نتمنى ان شاء الله تكون تصويره واضحه. وصراحه راه كما كنقول لكم ديما، راه التصوير راه ما كيعطيش الحاجه حقها، والله العظيم. عرفتي راه جا زوين وجا غزال ومفشفش ومنفوخ، هانتوما تشوفوه يعني جا مورق زوين. هانتوما راه كنحاول نوريكم، غير كنحط المسمنه تبارك الله كتطلع كتجي مورقه. صافي هنا كنبقى نقلبها شويه من هنا شويه من هنا على كلا الجهتين حتى كتعطينا داك اللون الذهبي زوين. هذا هو الدور ديال ديك المعلقه ديال السكر سنيده او العسل، هذا هو الدور ديالها، كتعطينا داك اللون الموحد للملويه ديالنا. صافي هنايا حيدت الاولى كنعاود الثانيه، ما بغيتش ندير الفيديو طويل، درت لكم غير لقطات باش يجي الفيديو واضح وزعما ما يجيش طويل باش ما كيملوش منه. هانتوما تبارك الله ما شاء الله، راه يعني راه شاكر راسو براسو. تمنيت زعما لو كان كنعطاه تصوير حقه، ولكن نتمنى تكون وصلت الفكره. صافي هانتوما كنحط المسمنه كنرشها واحد رشيشه خفيفه باش ما يجيناش ميدم، وكنقلبوها من هنا ومن هنا. هانتوما تبارك الله، يعني ما يحتاجش نزيد نشكرو اكثر من هكا. صافي هانتوما، واللي حطيتوها كتحاولوا تفسخوها شي شويه بحال هكا. انا غادي نوريكم كي غادي في الاخير غادي نوريكم واحد الطريقه اللي المسمنه الملويه فوق ما حطيتوها حاولوا حلوها باش كتجي مفشفشه وكتجي مورقه وزوينه. صافي هكذا كنستمر على هذا الشكل حتى كنسالي الملوي ديالي كامل. هنايا كنحاول نوريكم وكنقرب باش نزومي نوريكم الملوي ديالنا كي جا مورق صراحه بهذه الطريقه ديال وحده فوق وحده، كتعطينا واحد التوريقه زوينه. هنايا تبارك الله هانتوما كما كتشوفوا. هنايا اللي بغى يخليه في الكونجيلاتور كيدير ليه نص طيبه، ما كيطيبوش بزاف باش يبقى فيه ما يتسخن. هانتوما هاد الطريقه اللي بغيت نقول لكم، المسمنه الملويه اللي خرجتوها كتحاولوا تبقاو تضربوها بحال هكا بين يديكم باش كتحل وكتورق. نتمنى ان شاء الله تكون وصلت الفكره ويكون هذا الفيديو عجبكم، وغنقول لكم مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله ووصفه اخرى باذن الله.